اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الخيرات، يا مساء الورد، يا مساء السعادة على عيونكم. النهاردة قلت نعمل مع بعضنا كده حبة صلصة بمناسبة الطماطم بقى حلوة اليومين دول، وهي الطماطم بتاعة التخزين. قلنا نعمل حبة صلصة بقى رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. وزي ما انتم شايفين بصراحة الصلصة غالية جدا بره المعلبة، وفيها مواد حافظة، فاحنا قلنا نعملها بقى في البيت طازة بدون مواد حافظة ولا اي حاجة، زي ما انتم شايفين ومنظرها ولا ريحتها. اظن كده هي بتتكلم عن نفسها، واقول لكم سر اللون والحاجات الحلوة دي عملناها ازاي. انا معايا هنا 10 كيلو من الطماطم. الطماطم سعرها حلو قوي في السوق اليومين دول. انا جايبه الكيلو على 7 جنيه. وطماطم حلوة زي ما انتم شايفين. الطماطم دي طماطم تخزين حلوة قوي. طماطم حمراء وبدون بذر، هي وهو الشهر ده بتاع تخزين الطماطم والصلصة. فانا غسلاهم كويس، وهشيل اللي هي الزرة بتاعت الطماطم اللي فوق كده، هقورها بالسكينة كده زي ما انتوا شايفين، وهقطعهم تقطيع عشوائي. وهجيب حلة كده نظيفة وكبيرة تكفي الكمية اللي عندي، ولو ما كفتش الكمية اللي عندي احطها في حلة تانية عادي، مفيش اي مشكلة. بس انا الحمد لله قضت الحلة اللي معايا دي. فهقطعهم كده تقطيع عشوائي لحد ما اخلص كل الكمية واشوف هنعمل ايه. بس ما تنسوش كده تصلوا على الرسول وتكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم، وتدعموني بلايك عشان يوصلكم مني اي فيديو جديد كده. كل سنة وانتم طيبين. وكده قطعت كل الكمية وخلاص، هرفعها على النار بقى وهسيبها تغلي مع نفسها زي ما انتوا شايفين. وهحط لها يجي 3 معالق 4 كده من السكر، عشان طبعا عندي الكمية كبيرة. وزي ما انتوا شايفين خلاص اهي ابتدت تدبل معايا وبتنزل ميتها. هسيبها تغلي كمان حبة، وهاخد المية دي هتشوفوها معايا دلوقتي. انا مش هستعمل عشان ما تاخدش معايا وقت في السوا. لو مش لو حابينها، انا ما حبهاش يعني تكون متسبكة كاملة، يعني عشان تكمل تسبيكها في ايه في اي طبخة انا هعملها بعد كده. فانا هاخد المية الزايدة دي كلها. وهخلي بس اللي هو اللحم بتاع الطماطم كده، وهنشوف دلوقتي. هاخد المية زي ما انتوا شايفين كده. انا مش هستعملها خالص في اي حاجة، هاخدها وارميها. وبعد كده وهي خلاص دلوقتي استوت معايا، وهشيل كل المية. وبعد كده هجيب الهاند بلندر او خلاط، مفيش اي مشكلة، او مصفى زي امهاتنا زمان ما كانت بتعمل. مش هنقف على حاجة، احنا ما بنقفش على حاجة زي ما احنا متعودين. هجيب الهاند بلندر وهفضل اضرب. طبعا الطماطم خلاص هي مستوية معايا، فهتتضرب معايا بسهولة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اضرب في الطماطم لحد ما تبقى معايا نوع كده، بتبقى معايا كريمية كده، وتبقى مضروبة وناعمة معايا. وبعد كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين المنظر بقى. بعد كده هجيب مصفى كده وحلة نظيفة، وهصفي كل الخليط دي. انا كنت مستعجلة بقى، ما سبتهاش تبرد، مفيش اي مشكلة عندي، هي سخنة سواء بردت مفيش اي مشكلة عندي. وجايبت هرست البطاطس دي، وهفضل انزل بقى الطماطم من المصفى لحد ما يبقى معايا القشر والبذر بس فقط لا غير. هتشوفوه معايا دلوقتي. وهو كذلك لحد الكمية ما تخلص. ما شايفين كل ده هتخلص منه طبعا. مش مستحب في اي طبخ ولا في اي حاجة. خلاص كده يعني احنا ما خسرناش كتير. هشيل البذر خالص. واللي شايفين منظر الطماطم بقى والحمار، اقسم بالله حمار طبيعي، ما فيها اي الوان غذائية ولا البنجر ولا اي حاجة. احنا عملناها كده الوان طبيعية 100%. وهسيبها على النار كده تاخد غلوتين كده، وهتشوفوا هحط لها كام تكاية كده مواد حافظة. طبعا احنا حطينا السكر، ده شيء اساسي في المواد الحافظة. وهنظبط الملح بتاعها برضو كمان، يعني هتشوفوا هنعملها ازاي. شايفين القوام بتاعها ولا اللون؟ مش قادرة اوصف لكم. يعني تتخيلوا ال10 كيلو دول انا جايباهم بحاجة و60. دلوقتي العلبة الصلصة المعلبة عاملة 65 جنيه، ما فيهاش اي حاجة.
حطيت الملح، ظبطت الملح، حطيت معلقة كمون ومعلقة كزبرة فقط لا غير. ده طبعا بتخلي ريحة الصلصة حاجة كده خرافية. وهحط حاجة كمان مواد حافظة، لو هتعبي في اكياس زيت تحطي الزيت فيها هي وبتغلي كده تاخد غلوتين. لا هتحطي في برطمانات عادية، تحطي الزيت على وش البرطمان كده من فوق وتحفظيه في التلاجة يجي شهر كده في التلاجة، تحفظيه بيقعد محافظ على ريحته وطعمه ما بيغيرش ولا اي حاجة. حابة تحطيه في اكياس كده زي تحطي الزيت هو في الحلة عادي مفيش اي مشكلة. دي مواد حافظة. وبعد كده هجيب معايا هنا كوباية عادية احط فيها كيس تلاجة واحط فيها الكمية اللي انا محتاجاها، الكمية اللي انت عايزاها دي حاجة براحتك. انا هحطها يا دوب، هي مش سخنة على فكرة والله، هي يا دوب بس دافية دفيان كده. بس كنت مستعجلة بقى وعايزة اخلص بقى زي ما انتوا عارفين بقى، كل سنة وانتم طيبين. احنا مش فاضيين، بنظبط بقى مطبخنا، بنظبط مكاننا. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ربنا يعود عليكم الايام بخير ورمضان كريم. وزي ما هقسم كده زي ما انتوا شايفين، كل الكيس بقى هحط على قد الكمية اللي انا شايفين لونها والله طعمها اقسم بالله ما فيهاش اي حدوقة. تحس معلقتين السكر اللي اتحطوا دول طعمها مسكر كده ما تحسها يعني. واصلا الطماطم ما شاء الله عليها، يعني الطماطم جميلة جدا جدا اليومين دول. فهفضل اعبي الكمية دي زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اخلص الكمية كلها. انا قلت اعبي كيس تاني قدامكم وهفضل واربط كده، هطلع منه كل الهواء عشان الهواء ده بيبوظ الحاجة. وبعد ما اطلع الهواء زي ما انتوا شايفين كده هربط اكياسي بقى وهكمل كل الكمية. وبعد كده هتشوفوا اخر الكمية اخر الفيديو هشيلها في التلاجة وبعد كده هحفظها واطلع بالكيس. بصراحة حاجة خرافية زي ما انتوا شايفين كده، عملت معايا كمية حلوة قوي قوي قوي. يعني جايز تقضيني شهر رمضان. ممكن تضاعفي الكمية براحتك على حسب استهلاكك. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. واللهم بلغنا رمضان واحنا في احسن حال يا رب، اللهم امين. واشوفكم على فيديو جديد يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.